يا الله. نعاين غرفتك يتجدد مصابايك، انا واقعد على العتبه بنوح ينبابا. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مساكم الله بالخير أحبابي أصدقائي، أسأل الله أن يحفظكم بحق محمد وآل محمد. أريد أتكلم باختصار. أكو يعني سوء فهم عند البعض. احنا العوام يعني اللي ما يعرف كل شيء، يعني خلينا نعتبر نفسنا متلقين طلبة مثلا، بس مو طالب علم كعلم يعني العلم الفقهي والديني، يعني لعل متلقي اسمع منها واسمع منها. الزاهد مرة واحد ما عنده يعني ما مهتم الامور الدنيا وهاي ملاعيبها وحلوياتها وكذا، ما مهتم، يعني اهم شيء عنده الله سبحانه وتعالى والتقرب اليه. ومره لا، عنده كل شيء. الزاهد مو هذا اللي مزرف جواريبه وطالع والله ما عندي فقر، هذا مو زاهد. هو لو عنده جواريب يلبس، مع جل احترامي يعني البعض ما عنده، يعني وانا حكيت بالبدايه مره ما عنده وما يهتم يعني يطلع مزرفه جواريبه حذاء مشقوقه، ماكو مشكله. اما اذا عندك جواريب فقر البس، هذا تمثيل يعتبر. الزاهد اللي كل شيء عنده وما مهتم للموضوع، وين يريد يقعد على الرصيف يقعد، ماكو مشكله. لا يتكبر على الاخرين، لا يتنفس من خاصرته ويباوع على الناس بعين الزغيره. اللي هو صاعدك ينزلك، طبك الف مرض، لان هذا الملك كله لله سبحانه وتعالى. الزهد الانسان اللي يمتلك كل شيء ولا بعينه كل شيء، خلاص بعد ما عنده مشكله، مو يظل يباوع على الناس. هسه احنا شايفين مرات واحد يعطونه فد سلطه، لو يصير له فد كم فلس لو كذا، يظل يباوع على الناس بعين الزغيره يعني. ولذلك الزهد لازم نفتهم بان مو اللي مشققه ملابسه وفقير والله هذا صدق زاهد، لا. مره اذا هو هذا ما عنده وما مهتم للموضوع ماكو مشكله، لعل هذا من الزاهدين. اما المره الاخيره هي اللي مؤكد عليها كل شيء عنده بس ما مهتم لهذا الموضوع، مو يم الموضوع. اذا جاء واحد فقير بالشارع يقعد يمه، حاله من حاله. الف رحمه على روحك السيد محمد رضا الشيرازي، بالشارع يقعد بالشارع ويسألونه اسئله فقهيه ولا كأنه هو آية الله العظمى، رحمه الله على روحه. ولذلك لازم نعرف ونفهم بان اكو امور لازم نفتهمها، نخلي عليها نقاط الحروف. اسال الله ان يحفظ الجميع بحق محمد وآل محمد، وجمعه مباركه عليكم ان شاء الله. في امان الله.